الدوري المصري مر عليه اساطير من الاجانب زي فلافيو، كوارشي، علي معلول وجون اوتاكا، حفروا اساميهم بحروف من ذهب. لكن عمرك سألت نفسك عن الجانب المظلم، عن اللعيبه اللي جم في ظروف غامضه ومشيوا في ظروف اغرب؟ لعيبه اتدفع فيها ملايين وفي الاخر يا اما هربوا يا اما اكتشفنا انهم بيلعبوا رياضه تانية خالص. جهز كوبايه الشاي بتاعتك وتعالى نشوف اغرب 5 لعيبه اجانب في تاريخ الدوري المصري. المركز الخامس معانا وهو مفاجأة مانويل جوزيه في 2011. الأهلي تعاقد مع المهاجم البرازيلي فابيو جونيور. الجمهور قال بس وصل لنا اللعيب السامبا والمهارات ومهاجم تقيل جدا جدا جدا. الصدمة هنا كانت ان اللاعب نزل الملعب بوزن زايد وبطء غريب ومفيش اي مهارة تذكر. الغريب مش بس مستواه، الغريب ان جوزيه كان بيدافع عنه دايما ويقول ده بيفكرني بفلافيو وهيجيب اهداف. جونيور مشي بعد فترة قصيرة ما سجلش غير هدفين تقريبا وفضل لغز للجمهور. نروح بقى للمركز الرابع وهو ايمانويل مايوكا. الزمالك في 2016 اعلن التعاقد عن صفقة كبيرة جدا جدا وهو ايمانويل مايوكا، هداف افريقيا 2012 ومهاجم ساوث هامبتون الانجليزي. السي في بتاعه بيقول لك ان هو لعيب تقيل جدا جدا جدا، لكن لما وصل مصر الجمهور اتفاجئ بكرش غريب جدا ولا ينتمي للاعب كرة قدم محترف. مايوكا قعد في الزمالك فترة طويلة اغلبها كان بيحاول يخس، وكل ما ينزل الملعب تلاقي حركته تقيلة والوزن زايد، وطريقة رحيله خلتها من اغرب الصفقات. نروح للمركز الثالث وهو الغاني بوبكر سانوجو للإنتاج الحربي. تعال بقى اما اضحكك ونروح للضحك الحقيقي. في 2019 نادي الانتاج الحربي اتعاقد مع مهاجم غاني اسمه بوبكر سانوجو. اللاعب جه وبدأ يتمرن، وفي اول مباراة ودية الجهاز الفني اتصدم. اللاعب مش عارف يستلم الكورة ولا عارف اساسيات اللعبة اساسا. بعد البحث والتحري ادارة النادي اكتشفت ان الوكيل ضحك عليهم وان الشخص اللي جم اتعاقدوا معاه ده مش هو ابو بكر سانوجو المهاجم المعروف، ده شخص تاني شبيه ليه. النادي فسخ عقده فورا بعد كام يوم من التوقيع في واحدة من اكبر كوارث السكاوتنج في مصر. المركز الثاني نروح بقى لرحالة الدوري المصري النيجيري بوبا من سوا. الغريب مش ان هو اللعيب كغريب ذات نفسه، الغريب هنا ان اللاعب بدأ يتنقل وراح يتنقل لأكتر من فرقة في الدوري المصري. لعب للجونة وإنبي والمقاولين العرب واتحاد الشرطة والداخلية وطلائع الجيش والمصري. بوبا كان زي الجوكر اللي بتلاقيه في كل حتة، يروح النادي يتألق فجأة ويمشي، يروح نادي تاني ينافسه، لدرجة ان الجماهير كانت بتحس ان بوبا ده موظف في اتحاد الكورة بيوزعه على الأندية بالتناوب. نروح بقى لأغرب قصة وهو أغرب لعيب جه ومشي بطريقة غريبة جدا جدا، وهو الإيفواري سليماني كوليبالي. في 2017 الأهلي جاب المهاجم ده وفجأة بعد 3 4 5 ماتشات انفجر، بدأ يسجل من كل حتة أهداف بالراس وباليمين وبالشمال. الجمهور قال خلاص لقينا الهداف الذهبي ولقينا خليفة فلافيو. وفجأة وفي يوم وليلة الأهلي بيصحى الصبح ما لقاش كوليبالي. كوليبالي فين؟ اللاعب سافر بره مصر من غير اذن وهرب. ومش بس كده، ده طلع عمل بيان اتهم فيه النادي باتهامات غريبة جدا ودخل في قضايا مع الفيفا من قمة التألق للهروب في 24 ساعة للهروب المفاجئ. كوليبالي سيظل اللغز الأكبر في تاريخ المحترفين. دي كانت أغرب 5 لعيبة أجانب جم في تاريخ الدوري المصري، سابوا علامات استفهام ومشيوا. قولوا لي بقى في الكومنتات مين أكتر لاعب من ال5 دول صدمكم، ومين اللاعب الغريب اللي نسيت أقوله وما ذكرتوش في الحلقة. ما تنساش اللايك والاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. أشوفكم في حلقة جديدة وسلام.